صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. بالنسبة للسيد محافظ اسكندرية الجديد، أنا ده رأيي الشخصي الذي لا قيمة له على رأي مدحت شلبي. من ضمن أولويات محافظة اسكندرية المواصلات. احنا المواصلات عندنا حاجة صعبة جدا جدا جدا. سعادتك انزل الصبح كده وشوف موظف مثلا عنده 50 سنة بيجري ورا المشاريع رايح جاي عشان مش عارف يركب. وبعدين حضرتك احنا داخلين على المدارس الشهر الجاي ان شاء الله، احيانا ربنا. فالطلبه والموظفين والناس اللي نازله بيتعذبوا عشان يلاقوا مشاريع يركبوها. والاتوبيسات اللي حضرتك منزلها او القطاع الخاص منزلها شغاله على كيف، زي المشاريع ما شغاله على كيف. حتى لو ليه خط سير شغال على كيفه برضه. فعندنا سعادتك المطلوب ان احنا ننزل ميني باص زي ما كان منزله الرئيس حسني مبارك الله يرحمه. فكان في عندنا في اسكندريه ميني باص شغال بتذاكر من المحافظه، مش السواق اللي بياخد اجر على كيفه، شغال بتذاكر من المحافظه. وكان بيوفر علينا كتير. ما انا اتعاقد مع شركات قطاع خاص تنزل لي ميني باص زي ده يساعد المشاريع اللي احنا تعبنا منها. وده ملف شائك على فكره، لان بهدله المواصلات الصبح في اسكندريه حاجه صعبه جدا. والله العظيم ثلاثه فوق الوصف. سعادتكم بتروحوا وتيجوا بعربياتكم فمش حاسين بالمعاناه. فالمواصلات في اسكندريه من الملفات الشائكه المفروض تبقى في الاولويات. يتوب علينا ربنا.